لأول مرة بكربلاء راح تجربون ثمن باقلة مطبوخ بذهن الحر وعليه ربع دجاجة 5000 بس قبال التربية. هنا القوزي تاكلوه في شيء مميز ما متوفر بكل المطاعم في كربلاء. يشتغلون القوزي بطريقة كلش مختلفة وطعمه كلش طيب ما جربتها قبل، وأكيد لحم غنم عراقي، دجاج شوي، دجاج مقلي، قوزي، كل شيء متوفر. عندهم نوعيتين دجاج. النوعية الأولى راح نشوفها هنا الدجاج المشوي، دجاج عراقي خالص. هذا الأبيض، هذا الأحمر المميز. هنا الأصل تم الباقلة بالدهن الحار. وهنا النوعية الثانية مال الدجاج المقلي، المسلوق والمقلي وطريقته. وهسه هاي اللمسة الأخيرة، ماكو عراقي ما يحب الشعرية. شوف لي هذا التشريب يجي ضيافة. هاي أول ما تقعدون. هاي قطعة القوزي، شوف لي شلون طلع كله. اللحم مالته ذايب وهي تمن الباقلة، أطيب لقمة بالعالم تمن الباقلة واللحم. هذا المقلي اللي أسولف لك عليه حجي، شوف لي دجاج عراقي ذايب غرامي، يعني هذا غرامي. هذا أهم شيء موجود يتم الباقلة. مطبخ عراقي يقدم لكم كل الأكل الشرقي، 3 أنواع مرق موجودة عندهم، والضيافات وجلساتهم كلش حلوة. المطعم نظيف ويخبل. وهاي جلسات العوائل بالطابق الثاني، عنوانهم بكربلاء مقابل تربية كربلاء، مجاور مطعم تمن وقيمة. وهذا المنيو مالتهم.